سلام الله عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كامل مهنيين. اليوم صبحت عليكم بهذا المطلوع اللي خفيف اكثر من الريشه، من اروع ما يكون. درتهم على شكل خبيزات ولا ساندويتشات صغار كما راكم تشوفوا. تقدروا يعني توجدوهم مسبقا، تخلوهم في الكونجيلاتور، توجدوا كميه كبيره. اليوم جبت لكم عجينه بمقادير مضبوطه، كي تقدروا تشوفوا تقدروا تقولوا عليها عجينه قطنيه. انا كنت نوزن لكم في الخبيزات اللي يعني الوزن تاعهم كان بزاف خفيف بالنسبه للخبزه الواحده. كما تقدروا ديروا حتى اقل من هذا الخبيزات، يعني بثلاث كيسان تاع الماء راح يخرجوا لكم 9 خبيزات. الله الله حميمرين كما راكم تشوفوا. طريقه الاحتفاظ ما كانش اسهل منها. كما قلت لكم تقدروا ديروا كميه كبيره وتجبدوا وقت الحاجه، ولا كي تحبوا تحضروا الساندويتشات. قولوا بسم الله وعلى بركه الله، وما تنساونيش جام وكومونتير حلو كيما نتوما، وارواحوا نحضروا الوصفه مع بعض. اول حاجه خياتي نروحوا نجيبوا 3 كيسان يكون ماء دافي. كما على بالكم رانا في زمان الصيف، نديروا ماء دافي فقط، ما نديروش ساخن. راح نديروا مغرفه كبيره تاع سكر ومغرفه كبيره تاع خميره فوريه اللي هي خميره الخبز كما راكم تشوفوا. وراح نضيف عليهم 2 كيسان تاع سميد يكون رطب. هنايا واش راح ندير البنات، راح نجيب البغا تاعي وراح نبدا نضرب حوالي 2 إلى 3 دقائق. وهنايا راح نضيفوا 3 ملاعق كبار تاع زيت كما راكم تشوفوا. تحبوا ديروا زيت زيتون كما تقدروا ديروا غير الزيت. ديروا 3 مغارف تاع قهوه تاع ملح هكذا خياتي. وهنا راح نبداو نضيفوا في الفرينه تدريجيا. وكما راكم تشوفوا حبيباتي راح نضيفوا الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه طريه. وكما كنت قلت لكم بلي المقادير مضبوطه، هنا كنت درت 4 كيسان تاع فرينه. للعلم انا نخدم بالفرينه تاع الشكاره تاع 50 كيلو، يعني ما تقولوش بالك الفرينه تاعها مليحه على تاعنا ولا. اكيد الفرينه تاعي هي اللي فرينه جد عاديه يوميه تاع الخبز. انا درت منها. نتوما اذا كان عندكم تاع سيم ولا يعني تاع باكيات صغار راح تكون عفوا احسن بكثير. الوغ انا درت 4 كيسان من تاع الشكاره كما راكم تشوفوا تاع فرينه، يعني المجموع هو 2 كيسان تاع سميد و4 كيسان تاع فرينه هكذا خياتي. وخرج واحد الخبز من اروع ما يكون. انتوما برك خلوا العجينه طريه كما راكم تشوفوا، يعني تبعوا لا فيديو هكذا طريقه تكون عجينه تتلاصق بهذه الطريقه. هنا كنت جبت شويه زيت، وهنا ما رانيش حنزيد لها الفرينه. كي تتحصلوا على هذا القوام ما تخافوش، جيبوا شويه زيت، نقوا شويه الجفنه نتاعكم وخلوها تخمر. هنا خياتي بعد ما خمرت وتضاعف الحجم تاعها كيف عاودت دهنت يدي بشويه تاع الزيت، وجيت لهنايا باش نحيها على طاوله باش نحيها من الجفنه ونحطها على طاوله العمل. كنت درت شويه زيت وما حبيت يعني نزيد نعجنها فوق هذاك الشيء من غير نحيت لها الخمور. هنا رحت جبت شويه سميد رطب اللي كنت عجنت به في البدايه، حطيته شويه في ريسيبيون وبديت نرمد في الخبيزات نتاوعي. ومن بعد درتهم في جفنه على ضربه، درت لهم سميد ورمدتهم كاع في هذاك السميد. هنا في الاخير جبت سربيته تاعي ولا طرشونه تاعي، درت لها شويه سميد كما راكم تشوفوا مع كل خبيزه، ونفتح الخبزات نتاوعي. الله يبارك هاد العجينه اعطاتني 9 خبزات متوسطين. كما تقدروا راكم تشوفوا البنات في الحجم نتاعهم، كما تقدروا ديروهم اقل من هكذا وراح تعطيكم ممكن حتى ل 12 خبزه. يعني اذا كنتوا حابين ديروا فريمون ميني ساندويتش هكذا خياتي، يعني ما شاء الله. وهنا جوست ما حطيت الطاجين تاعي برك يسخن، شفتوا الطريقه اللي رفدت بها الخبزه تاعي. وهنا للامانه ما كنت وزنت الخبزات تاعي، يعني درت عيني ميزاني، ولكن بالميزان راح يكون احسن هكذا باش تتحصلوا على ميزان واحد وعلى حجم الخبزات يكون متساوي. هنا كما راكم تشوفوا الخبزه راهي خفيفه على عينيكم. كي نرفد الخبزه ونحطها تبان، يعني الخبزه الثقيله تبان والخبزه الخفيفه تبان. هنا في الاخير كنت درت 3 خبزات على ضربه، لانه كنت بديت بالصغيورين كامل وخليتهم ياخذوا تحميره. شوفوا البنات الخبزات جبت لكم واحده من الخبزات الاولانيين بعد ما كنت حوشيتهم بالشاليمو، يعني راح تشوفوا كلش في الفيديو معايا هكذا خياتي، يعني من اروع ما يكون. وهنا كما راكم تشوفوا جبت شاليمو تاعي وبديت نحوشي فيها الخبزه تاعي بهذه الطريقه، وهي في الطاجين تطيب من تحتها. كيما على بالكم هاد البلايص ما راحش يطيبوا نهائيا، يعني في الطاجين كي عاد يخمروا. الوغ وليت انايا نحوشي فيها بالشاليمو اللي راه يدير برا من 100,000 حتى ل 150، يعني راهي بمبلغ معقول وتخدموا به ما شاء الله، تشوطوا به الدجاج. يعني انا مساعدني بزاف في الدار.
دونك هكذا خياتي نحوشي الخبزه تاعي بحاجه سهله، ما نعرفش نحوشيها تحت الطاجين، ونكمل باقي الخبزات بنفس الطريقه وتشوفوا الخبز تاعي في النهايه. وهنا خياتي الخبز تاعي راهو حاضر كما راكم تشوفوا على عينيكم، حميمر الله الله طايب محوشي من كل الجوانب، خبزه بزاف خفيفه صدقوني من اروع ما يكون. هاد العجينه حطوها في عينيكم، خدموا بها الخبز الكبير الخبز الصغير، يعني شوفوا راح تفرحكم وطريقه ناجحه تقدروا تاخذوها على شكل مشروع مصغر. يعني كل وحده كيفاش تبيع الخبز تاعها. نقول لكم انا بيع الخبز اجمالا خاطيني ما نعرفش لانه جامي بعته، ولكن العجينه نجيبها لكم كما يقولوا بمقادير مضبوطه وتجي ناجحه من اول تجربه. دونك هكذا خياتي، نتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تكون عجبتكم. وهنا البنات في الاخير لازم نقسم معاكم خبيزه باش تشوفوا القوام تاعها من الداخل كيفاش خرج متقب الله الله. يعني خبيزه تحمر الوجه كما كنت قلت لكم، تقدروا ديروا اقل حجم، يعني ديروا خبيزات صغار على هادو يعني وديروهم على شكل ساندويتشات صغار راح يخرجوا من اروع ما يكون، وساندويتش واحد راح يشبع الواحد يعني كما يقولوا. شوفوا البنات كي نعبزهم هنا الخبز الله الله ما شاء الله، يعني ماشي معجن نهائيا، خبز يحمر الوجه ومن اروع ما يكون. وهنا يا البنات كنت وزنت لكم الخبزه كما راكم تشوفوا، الميزان تاعها بزاف خفيف، خرج اسفنجي حقيقه وخرج الطري من اروع ما يكون. قلت لكم انا صورت لكم شحال من مقطع باش تشوفوا برك الوصفه وتتشجعوا انكم ديروها. هنا لحقنا البنات الى نهايه لا فيديو، ما عليكم غير تدعموني بجام وكومونتير حلو كيما نتوما. ولا كنتي اول مره تزوري القناه فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، تلاقاو في فيديوهات اخرى بحول الله. السلام عليكم.